عايز بقى تستغل رمضان والشهر الكريم ده ان بدل ما تتفرج على مسلسلات تعمل فلوس؟ خليك معايا في الفيديو ده. والفيديو ده هيبقى بعنوان ازاي تعمل 100,000 جنيه في رمضان. وليه بقول 100,000 جنيه؟ لان الشهر ده الشهر الكريم يعني يعتبر من اكتر الشهور اللي الناس بتصرف فيه جدا جدا جدا، سواء بقى على اكل، على زينة، على حاجات كتير قوي ومنتجات لا حصر لها. على عكس ما في ناس كتير جدا فاكره ان الناس كتير بتبقى قاعده في البيت ما بتصرفش ما بتعملش الكلام ده كله، لكن كل واحد بتلاقيه ان هو عايز يطلع فلوس من جيبه، سواء بقى عايز يتصدق بحاجه، عايز يعمل حاجه مختلفه في البيت عنده، عايز يشتري منتج جديد، عايز يعمل حاجه ليها علاقه برمضان. يعني بتلاقي كل ده موجود، والدليل ان هتلاقي معظم المحلات والاماكن مليانه منتجات رمضانيه، وكميه البضاعه اللي انت بتكون شايفها في السوق المصري او في اي سوق في الدنيا بتكون غريبه الشكل. بس ايه رايك لو قلت لك انك ممكن تبيعها من البيت؟ اللي ما يعرفنيش الاول، انا اسمي خالد رضوان، بقالي اكتر من 3 سنين بقدم محتوى عن التجاره الالكترونيه، ولسه في شهر واحد اللي فات عامل لايف كان فيه اكتر من 3000 بني ادم كنت بوريهم بيزنس كيس عملتها في خلال 10 ايام بالظبط اخر شهر ديسمبر، اني كسبت حوالي 180,000 جنيه بعد ما صرفت عليها حوالي 40,000 جنيه، ووريت الناس كلها بالتفصيل ازاي عملت كده. والمره دي هوريك ازاي انت ممكن تعمل نفس الكلام في رمضان. خليك معايا بقى واحده واحده كده، وهات ورقه وقلم وتعال نتكلم ونقسم الموضوع شقين. طبعا في البدايه اي حاجه انا هقولها من دلوقتي هي بتعتمد على ان انت واحد معاك راس مال، لان المشروع اللي انا بتكلم فيه عاده في السوشيال ميديا هو مشروع سواء هو ليه علاقه بالدروب شيبنج، سواء ليه علاقه ببرنت اون ديماند او ديجيتال برودكتس، والثلاثه للاسف الشديد او مش للاسف الشديد هو ده نوع البيزنس اللي انا بشرحه، يعني بيحتاج راس مال. وراس المال بتاعه لو انت بتتكلم في سوق مصري او سوق سعودي بنتكلم في حوالي من 30 ل 40,000 جنيه، ولو انت في سوق امريكي بنتكلم من حوالي 55 ل 65,000 جنيه. يعني رايح جاي، وهفهمكم بالتفصيل انت ممكن تشتغل هنا ازاي وممكن تشتغل في رمضان هنا ازاي. وخلينا بقى نبدا الاول كده. لو انت واحد عايز تشتغل في السوق الاوروبي والامريكاني وعايز تبدا انك تبيع منتجات رمضانيه هناك، هتمشي الموضوع ازاي خطوه بخطوه. فاول جزء هنتكلم فيه هو الجزء بتاع امريكا واوروبا. وخليني بس عشان الناس اللي فاكره مثلا هي الجزء بتاع امريكا واوروبا ان هم مفيش حد بيعمل فلوس في رمضان، انا هسال شات جي بي تي قدامكم حالا دلوقتي لو انتوا شايفين على السكرين: از رمضان a good season for drop shipping or selling products in USA? Yes, Ramadan can be a very good season for USA. In USA Ramadan is not a mainstream shopping season. هو مش زي طبعا بلاك فرايداي وكريسماس وباك تو سكول، بس انت عندك حوالي 4 مليون مسلم عايشين في امريكا. الناس دي بقى ممكن تشتغل معاهم على هوم ديكوريشن، على عيد كلوذينج، اسلامك جيفتس، الكلام ده كله. طبعا هو جايب لي بقى شويه ديكوريشن كده يعني ايه، بس شات جي بي تي مش هيجيب لك كل حاجه بالتفصيل، لكن في الاخر بيقول لك ايوه رمضان سيزون كويس تعمل منه فلوس. فخلينا ايه بالراحه كده واحده واحده للناس اللي هي مش فاهمه يعني ايه اصلا دروب شيبينج او مش فاهمه يعني ايه تعمل حاجه زي كده ازاي. خليني اقول لك الموضوع بالتفصيل. انت لو دخلت هنا مثلا على علي اكسبريس، خلاص علي اكسبريس هو عباره عن منصه، المنصه دي فيها منتجات صيني كلها في الصين، وكلها بضاعه انت ممكن من غير ما تشتريها تعمل بويب سايت وتبيعها. واحده واحده خليك معايا ما تتوهش مني. عندك دلوقتي مثلا ادي علي اكسبريس قدامنا، تمام؟ ده بالعربي، خلينا نقلب بدل العربي يبقى الشحن الى الولايات المتحده، اللغه انجلش، يو اس دي، حفظ. يلا بينا تعالى بقى اوريك لما نيجي نكتب رمضان برودكتس ايه اللي هيظهر لنا. هنكتب رمضان وسيبها ما تتكش على حاجه. بص الاول على الحاجات اللي بتطلع لك هنا، دي مهمه جدا لان بيزد على السيرش اللي بيطلع لك هنا بيبين لك مين من الناس او مين من التجار بيدور على منتجات زي دي او بني ادمين. فرمضان ديكوريشنز 2026 دي اكتر كلمه اتكتبت على علي اكسبريس ليها علاقه برمضان. تعال نتك عليها ونبدا ان احنا نشوف. طيب شايف كل ده؟ كل دي منتجات انت ممكن تبيعها. سنت $17، طبعا هو ده غالي جدا على $17. نفس الحاجه بس ب $4 بدل 17. يعني واخد بالك ده كل واحد من دول على فكره دول سبلاير، يعني كل واحد من ده مورد تقدر ان انت تشتغل معاه وتقدر ان انت تعمل منه فلوس كويسه جدا جدا جدا. طيب انا بس عشان ابقى صريح وواضح جدا، فكره البرودكت ريسيرش هي ممكن تكون اكتر حاجه ممكن بني ادم يضيع وقت فيها او يفرهد نفسه فيها جدا عشان يلاقي منتج فعلا يبيعه. لكن انت في رمضان الناس بتشتري الحاجات ديكوريشنز، يعني انت بتكون عايز انك تشتري او تعمل ويب سايت فيه كولكشن من ديكوريشنز كتير، لان الناس ما عندهاش حاجه معينه عايزه تشتريها في رمضان. هو يعني شهر بالنسبه لهم عايزين حاجات للبيت، فالنيش اللي احنا هنختاره اي حاجه ديكوريشن للبيت عايزين نحطها في الويب سايت. ممكن
ممكن ما نكترش في الويب سايت على اكتر من 15 20 منتج بالكتير قوي، لكن احنا بنتكلم في نيش واحد بس. وطبعا احنا بنعمله قبل الشهر ده ما يبدا، ونبدا ان احنا نشوف ايه المنتجات اللي احنا هنحطها. هنفترض مثلا انت لقيت مثلا منتج زي ده ب $11، بلاش، احنا عايزين حاجات تبقى رخيصه جدا بحيث ان احنا نعرف نكسب منها مكسب محترم. فتعال نقول مثلا ان احنا هنختار اي منتج منهم، يعني مش لازم ان احنا نفرهد نفسنا في كذا حاجه، بس هنقول ده ايه ده، انا عجباني الشلته دي لو هي شلته فعلا، لان هي بدولار واحد. غريب قوي الموضوع ده. تعال نشوف دولار، ادي هو دولار، دي شلته فعلا بدولار واحد بس. انت متخيل يعني شلته زي دي تبيعها بدولار؟ يعني انت ممكن تبيعها مثلا ب$10 وتبقى كسبان فيها جدا 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 حتى بعد الاعلانات، لان هي في الاخر انت مش محتاج غير انها ايه، تبقى باينه. طب ده ايه الايتم ده اصلا؟ عايز اعرف. اولا الايتم ده واخد 4 ريتنجز، فتمام. all from verified purchases، يعني ناس فعلا اشترت. تعال نشوف الصوره اللي هم اشتروها. ده المفرش نفسه بتاع الشلت. ناس كتير جدا بتحب تزوق وتحب تعمل حاجه زي كده، ويا سلام لو انت مثلا عملتها ب 9.99، عملتها ب 14.9 وعملت مثلا كذا لون منها، هتعمل شغل محترم جدا. طيب هنفترض ان احنا خلاص لقينا البرودكت هو ده اللي احنا عايزين نشتغل فيه. السبلاير ده تعال نبص عليه نشوف كام حاجه عليه. عندك الدليفري، لو احنا هنودي لامريكا النهارده فبراير 12، تقدر يروح في خلال 10 ايام، ماشي تمام. عندك بعد كده فري ريتيرنز within 15 دايز، حلو. يعني في كذا حاجه بالنسبه لنا بتقول ان السبلاير ده كويس، وتشويس علي اكسبريس كوميتمنت، عامل زي اللي هو امازون تشويس كده يعني، تمام. هو ده اللي احنا عايزين نشتغل معاه، يلا بينا. هتعمل ايه بعديها؟ هتروح على ويب سايت اسمه شوبيفاي، وهسيب لك اللينك بتاع شوبيفاي تحت في الديسكربشن، عشان لو انت حبيت تبدا تعمل الويب سايت بتاعك تقدر ان انت تعمله من عن طريق اللينك ده. اللينك ده بيديك دولار واحد بس كل 3 شهور، يعني في اول 3 شهور ايجار المحل بتاعك او المتجر الالكتروني بتاعك هيبقى ب$3، يعني كل شهر تدفع $، وبعد كده تقدر ان انت بعديها تدفع اللي هو $35 بتاعت كل شهر بتاعت شوبيفاي. لما تستخدموا اللينك ده شوبيفاي بيديني انا فلوس، انتوا كده بتدعموني انا شخصيا عشان اعمل لكم فيديوهات زي دي، كلنا كسبانين، ما باخدش منكم حاجه زياده طبعا، واكيد براحتك مليون في الميه حابب تستخدم اللينك او لا، حاجه ترجع لك. نرجع للفيديو. طيب لو دخلنا جينا على شوبيفاي، لو دخلنا كده بقى على اللينك بتاعنا، وبعد كده دخلنا على شوبيفاي. وشوبيفاي هو مكان ما هو الا ويب سايت بيساعدك انك تبني ويب سايتس. اعتقد ناس كتير جدا ممكن تكون عارفاه، لو انت مش عارفه اديك عرفت حاجه جديده. فتبدا انت تعمل ساين اب، وتبدا ان انت تعمل كل حاجه هم بيطلبوها منك. بيطلبوا منك الميل بتاعك، الكلام ده كله موضوع بسيط جدا ما فيهوش اي مشاكل، بس بسبب وقت الفيديو مش هنخش في كل التفاصيل دي، بس هي سهله لو انت اتبعتها خطوه بخطوه. وهتلاقي في فيديوهات كتير جدا عندي بتشرح لك بقى بالتفصيل ازاي تعمل ويب سايت. بس للتسهيل احنا هنا شفنا منتج، قادرين ان احنا كل اللي احنا هنعمله ان احنا لما نخش على شوبيفاي هنعمل ابلكيشن اسمه علي اكسبريس او دي اسرز. هتخش على دي اسرز وتختار بس المنتج ده، هو تلقائيا بتلاقي ان هو حط المنتج بتاعك على الويب سايت، وتقدر ان انت بعد ما تعمل اعلاناتك تقدر تبيع على طول. ولكن انت لو واحد عايش في الوطن العربي وعايز انت تشتغل ويبقى عندك بوابات دفع، فطبيعي برضو هتلاقي عندي فيديوهات تانية كتير جدا بتتكلم على بوابات الدفع. لان تاني ان انا اشرح لك بيزنس كامل متكامل انا بشرحه في الاكاديميه عندي في 14 ساعه، اشرحه لك في نص ساعه فيديو يوتيوب، ده ممكن يبقى صعب جدا بالنسبه لي. لكن انا كل اللي بحاول اعمله ان انا اوعي لك فكره انك ممكن تعمل حاجه في سيزن كبير قوي اونلاين، سواء من الصين او لو انت عايز تبيعها في مصر. بس زي ما اتفقنا احنا في الاول بنتكلم عن الصين، وبنتكلم ازاي انت ممكن تبيعه في السوق الامريكاني والاوروبي. وبعد كده بعد ما انت بتيجي تعمل حاجه زي كده ويبقى عندك مثلا ويب سايت، فلنفترض ان احنا مثلا دخلنا على رمضان برودكتس USA myislam.store، فانت مثلا لما تيجي تخش على ستور زي ده ويب سايت ممكن او احتمال كبير جدا 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 يبقى دروب شيبنج، وبتعمل ويب سايت زي ده وبتحط المنتجات عليه. تعال نشوف ده ايه، ده دليفري مش عارف ايه، ريتيرن، شيبمنت، ده دروب شيبنج صرف اهو. يعني انت بتعمل حاجه شبه كده خلاص. وبعد كده انت مجرد اصلا ما بتحط ما بتتك بس على اللينك اللي هو كونكت ما بين علي اكسبريس وشوبيفاي بتاعك، المنتج بينزل لك زي ما هو موجود على علي اكسبريس بالظبط، بينزل لك بنفس الصور بتاعته، بنفس الديسكربشن، نفس الكام صوره اللي انت شايفها قدامك دي حالا دلوقتي. فده بيبقى شكل الويب سايت اللي انت ممكن تبيع بيه. ومثلا لو انت تسبيح، لو انت دخلت على دي بتلاقي ان انت عندك سبح 1400 جنيه. طبعا مفيش حد هيشتري في مصر سبحه ب 1400 جنيه الى حد ما، لكن ممكن في ناس طبعا بتشتريها بره في امريكا لما يلاقوا ان السعر مثلا $30 بالنسبه لهم عادي جدا يعملوا حاجه زي دي. فده المثال الاول. تعال بقى نخش بقى على المثال الثاني، واللي انا برجحه لاي واحد بقى مش عايز بقى تعقيدات ليها علاقه ببوابات دفع، مش عايز تعقيدات ليها علاقه بان هم بقى اجانب وعلي اكسبريس وحوارات وقصص وبتاع ومش عارف ايه الكلام ده كله. تعال نروح على شركه
تاجر. وليه بقول شركه تاجر؟ لان شركه تاجر احنا شخصيا عندنا معاهم كولابوريشن كبير جدا جدا، ان هم اي حد معانا في الاكاديميه بيضمنوا ان هم يبقوا اكننا عندنا يعني VIP كاستمر سيرفيس للطلاب بتاعتنا، ان هم بياخدوا معاهم تليفون، بيسووا منهم منتجات، ويبداوا ان هم يشتغلوا في السوق المصري والسعودي، بس اكتريتها برده في السوق السعودي اكتر، لان هم مهتمين قوي بالسوق ده برده. وخليني اوريك انا قصدي ايه. ده الويب سايت بتاع شركه تاجر، خلاص ده السوق المصري هنا. تعالى انا هديك بس نبذه سريعه. اهم موسم في السنه بدا سوق منتجات رمضان في مصر دلوقتي. لو اتكيت بس على البانر ده، شركه تاجر بتدخلك بعد كده وبتقول لك هي دي المنتجات اللي عندي ومستنيه ان حضرتك تبيعها، ودي الحاجات اللي هي حاليا. على فكره في منتجات جديده نزلت، انا امبارح ما كانش قدامي المنتجات دي. طيب في حاجات ممكن ما يكونش ليها علاقه، ولكن مكوى بخار عمودي حديثه، جهاز شد الوجه مش عارف ايه، شبكه انوار مضيئه مش عارف مش عارف يعني. في منتجات كتير انت ممكن تحس انها ملهاش اي علاقه برمضان، او لو انت ممكن تحس بكده يعني هي ممكن فعلا تكون ملهاش اي علاقه برمضان، لكن اي حاجه بالذات في الشهر ده هتبيعها في البيوت وهتعمل عليها حاجه ليها علاقه برمضان هي هتتباع معاك لو انت عملت لها الاعلان الصح. لان برضو مود البني ادم نفسه او البيهيفير بتاعه بيبقى في رمضان بيهيفير شراء. اولا ناس كتير جدا بتبقى صايمه مثلا، بتلاقي نفسك ان الناس بتنزل تشتري، ممكن تشتري اكل هي ممكن اكيد ممكن ما تاكلوش او مش محتاجاه، بس من كتر ما هو جعان. ناس مثلا بتبقى فاضيه شويه عايزه انها تسلي صيامها وتعمل او تشتري حاجه جديده في البيت، تعمل حاجه مختلفه، فبتلاقي ان المنتجات دي حتى لو انت فاكر انها ملهاش علاقه برمضان، لكن لو انت عرفت تربطها صح بالاعلان بتاعك هتلاقي الموضوع هيفرق معاك كويس جدا. فتعالى ناخد لفه برده كده في السوق السعودي سريعا قبل اي حاجه. تعالى نروح للمملكه العربيه السعوديه، تعالى نروح على منتجات رمضانيه، موسم رمضان والمنتجات الرمضانيه. وادي السوق السعودي بيفتح قدامنا حالا، وادي منتجات رمضان قدامنا في السوق السعودي. هتلاقي بقى بص يعني كميه منتجات انت ممكن تشتغلها. يعني مثلا فانوس المجالس الرمضانيه مع باور بانك ده في السعوديه يشتغل نار. ليه؟ لان هي مجالس رمضانيه فعلا، يعني هي الناس بتقعد مع باور بانك مش عارف، يعني مفيد للاعداد. وكل الناس طبعا في الوطن العربي بتقعد تعزم في يعني عزومات ما يعلم بها الا ربنا طبعا. فانت بتخاطب ناس صح في موسم صح، وممكن فعلا تكسب منه كويس قوي. مثلا هنا بقى انا بيقول لك اقل سعر للبيع 220 ريال، اقل ربح 30 ريال. يعني انت اكن بقى اللي بيحصل بقى، انت بقى المنتج ده بتاخده تحطه على الويب سايت بتاعك، هقول لك هفهمك ازاي يعني. ولما بتيجي تاخده تحطه على الويب سايت بتاعك بتحطه ب 220، ولما يجي حد يطلب اوردر انت تاجر اللي بيوصل لك الاوردر ده كاش اون ديليفري. يعني ايه؟ يعني شركه تاجر بتوصل الاوردر، بتاخد من العميل السعر اللي انت حاطه على الويب سايت اللي هو مثلا 220 ريال، وفي خلال مثلا كام يوم بتلاقي ان الربح بالريال وصل لك، سواء بقى عن محفظه فودافون كاش، سواء على مثلا حساب بنكي انت عامله بايونير. فمفيش اسهل من كده وابسط من كده لو انت واحد لسه مبتدئ وعايز تعمل مشروع ومعاك راس مال معين. فنصيحتي طبعا انك تشتغل في السوق السعودي او السوق المصري. فاحنا نفترض ان احنا المنتج بتاعنا خلاص هو ده. طبعا انت مش هتحط منتج واحد، هتحط كذا منتج. وتاني زي ما بقول لكم احنا في الاكاديميه عندنا VIP كاستمر سيرفيس مع شركه تاجر، يعني بتكلموهم طبعا. في ناس تيم بيقعد معاك، بتقعدوا مع بعض تختاروا منتجات، تعرفوا انتوا هتعملوا ايه بالظبط بالتفصيل، البلان بتاعتكم عامله ازاي. وعاملين عرض ان انت لما تجيب عدد اوردرات معينه فتره معينه بيرجعوا لك فلوس الاكاديميه بالكامل. طيب هل احنا بقى لما احنا نيجي نختار منتج بقى من عند تاجر، هل احنا هنعمل برضو ويب سايت على شوبيفاي؟ لا مش هنعمل كده. هنعمل ويب سايت على حاجه اسمها ايزي اوردر. ايزي اوردر ده بلاتفورم زيه بالظبط زي شوبيفاي، لكن الفكره اول حاجه ان هو مش بفلوس كل شهر. يعني شوبيفاي ب $40 في الشهر، ايزي اوردر بياخد منك 2 سنت، يعني قرشين بالدولار على كل بيعه انت بتبيعها، ومفيش فلوس انت بتدفعها كل شهر زي بقيه الشركات. فهديك مثلا مثال سريع. ده مثلا ويب سايت على ايزي اوردر اهو قدامكم. مثلا ده بيبيع اهو، دي عنايه شخصيه، دي الحاجات اللي هو بيبيعها. فده الشكل بتاعه قصاد شكل تاني زي شوبيفاي. طبعا شوبيفاي بص هتلاقي طبعا هتفهم ان هو ايه، ممكن شكله احلى، الثيمز بتاعته او القوالب بتاعت الويب سايت ممكن يبقى شكلها احلى بكتير. لكن ايزي اوردر تحسه بيزك قوي او هادي شويه في حاجه زي كده. لكن تقدر انت تقعد بقى تلعب في صفحه المنتجات، تقعد تعمل تخلي منتج شكله محترم. بص بالاسلوب ده شكله ظريف، تحط تقييمات محترمه، وبعد ما بتعمل اعلان معين الناس تبدا انها تطلب منك الاوردر وتبدا ان انت تشتغل عليه. طيب هتقول لي بقى انت قلت في اول الفيديو هنعمل 100,000 جنيه في خلال شهر رمضان. طب ازاي؟ هقول لك انا ازاي. فاحنا النهارده فلنفترض نقول هجيب كالكوليتر معانا كده حالا دلوقتي. انت 100,000 جنيه يعني كام ريال بالظبط؟ 100,000 جنيه دي لما تيجي تحسبها على
13 يعني بتتكلم في حوالي 7692 ريال. النهارده هنا الافريج الربح بتاع كل منتج موجود على تاجر هتلاقي مثلا حاجات ب 30، حاجات ب 50، حاجات ب 40. هنفترض ان هو انت بتكسب مثلا في الحته الواحده افريج 40 ريال، ف 7690 على 40 ريال معنى كده انك محتاج تبيع 192 قطعة من كل المنتجات اللي قدامك دي. النهاردة انت لو واحد، نتكلم بقى بجد شوية، لو واحد انت ركزت وعايز تشتغل فعلا في سوق سعودي وعايز ان انت تعمل فعلا رقم ومعاك بادجت وهتعمل اعلانات محترمه لكل منتج من دول، هل انت ما تقدرش تبيع 200 قطعه ل 200 عميل وممكن عميل يطلب كذا حاجه مثلا في نفس الاوردر؟ يعني انت ممكن بدل ما هم 192 اوردر ممكن يبقوا 100. وانا عارف ان انا لما بقول كده ان في ناس بتقول لا ما كان كله عملها، لا هو في ناس كتير جدا بتعملها والا الشركات دي ما كانتش هتبقى موجوده، وناس كتير قوي 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 بتعمل نفس الفلوس دي كل شهر واكتر بكتير من تجاره الكترونيه. انا مش بحاول ارخمها ولا اسهلها قوي على حد، لا الموضوع صعب وعايز مذاكره واجتهاد ومجهود، لكن بديكوا بديل على المسلسلات. فانت مش محتاج تقضي رمضان بتاعك قاعد بتتفرج على الموبايل وقاعد بتتفرج على اليوتيوب في مسلسلات هتضيع لك وقتك ومش هتفيدك باي حاجه. على الاقل انت ممكن تعمل حاجه لنفسك، على الاقل تبدا بيها، تبدا تشوف الدنيا ماشيه ازاي، البيزنس ماشي ازاي، تبدا تحاول انك تعمل حاجه مختلفه في حياتك وتبدا تخش في مشروع من بيتك لو انت معاك راس المال ده. فنصيحتي لاي حد عايز يبدا، انا شايف ان هو طبعا يبدا في الاخر مع سوق مصري او سعودي، وانصح طبعا بالسوق السعودي الاول. ومين عارف ممكن الشهر الكريم ده يبقى هو ده الشهر اللي فعلا تبدا تعمل منه فلوس ويبقى عندك المشروع اللي انت بتحلم بيه. انت دلوقتي عندك حل من اتنين، يا اما تحاول تشوف كذا فيديو من فيديوهات اليوتيوب طبعا اللي بتشرح تفاصيل الموضوع ده، ازاي تعمل ويب سايت وازاي تعمل منتج وازاي تعمل الكلام ده كله، ده ممكن ياخد معاك وقت شويه. وعندك الاوبشن التاني لو عايز توفر على نفسك مجهود ووقت، الاكاديميه عندنا موجوده، اكاديميه متوثقه من انجلترا، نقدر ان احنا نساعدك وناخدك في خلال 90 يوم ان شاء الله بانك يبقى عندك اول مشروع ليك، ونحاول ان احنا مع بعض بالاجتهاد والمجهود اللي انت هتعمله وبالحاجات اللي احنا بنشرحها وبالبنفيتس اللي احنا بنقدمها لك انك تعمل اول مشروع ليك في خلال 90 يوم. لينك الاكاديميه هسيبه لكم في الديسكربشن تحت. لو عندك اي سؤال ليا طبعا انت ممكن تساله لي في الكومنتس، تساله لي على انستجرام، تساله لي في اي حته، التيم هيرد عليك، تواصل معاهم، تقدر تحجز مكالمه لو انت عايز تفهم اي حاجه عن الاكاديميه. بس حبيت ان انا اديكوا بديل واقعي وحقيقي وناس فعلا بتبدا بيزنسز في سيزونز احسن ما بتبدا انها تتفرج على مسلسل عشان تعرف هيحصل ايه في الحلقه الاخيره وفي الاخر ما استفادش حاجه. اتمنى الفيديو ده كان يكون مفيد بالنسبه لكم، واشوفكم على خير في فيديو جاي. سلام عليكم.